ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأن الميزان عند الله سبحانه وتعالى لا بالظن ولا بالكيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى دي كل حاجة موجودة. لما يحصل الميزان وتوزن الأعمال الإنسان يقف الله أعلم إيه اللي هيحصل؟ فربنا يقول: فمن ثقلت موازينه طب ومن خفت والعياذ بالله. إيه اللي ينجي الإنسان؟ إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا وضعت سجلاته فجاء بطاقة لما خفت وكان هيبقى من أهل النار، جاءت بطاقة فأزاحت أطاشتها يعني إيه؟ يعني اتحطت في الميزان من ثقلها جعلت الأخرى تطير سجلات السيئات. إيه؟ لا إله، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها بيقين، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. من هنا ربنا بيقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العلماء يحذروا يقولوا: خد بالك، اوعى تستهين، اوعى تستند لكثرة الأعمال، لأن من نوقش الحساب عظيم. من نوقش الحساب إيه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعالى بقى وبدأ يحاسبك ويناقشك هيطلع لك غلطات، والغلطات يوم القيامة معناها إيه؟ الأعمال دي كلها بتتحول إلى حاجة اسمها حسنات وسيئات. حسنات يعني ثواب، سيئات يعني عقاب. الثواب والعقاب بإيه؟ الثواب بالجنة، العقاب بالنار. أضرب لحضراتكم مثال مع الفارق ولله المثل الأعلى. محاسب شاطر والراجل يا سيدي بلاش انه بيغش، الراجل متقي وماشي بما يرضي الله، وبعدين جاله جهاز رقابي زي الجهاز المركزي للمحاسبات نزل يفتش عليه، بيطلع غلطات ولا بيقول والله متشكرين مفيش عندك ولا غلطه؟ بيطلع. طب الله ده متمكن وعامل شغل مظبوط، مثلا انت نسيت هنا تعمل مش عارف ايه ونسيت مش كده؟ يبقى لو اتناقشت وقلت لك وريني بقى الميزانيه بتاعتك هطلع لك فيها غلطات، والغلطات معناها حاسبك عليها. طيب مع الفارق بقى ولله المثل الاعلى، حط نفسك يوم القيامه تعمل ايه؟ من نوقش الحساب يبقى الامر اللي قدامي اني احاول انجو، وسبيل النجاه انك تدعو ربنا يدخلك الجنه من غير حساب. تعالى تكرما عدل. واضح؟ طب مين بقى اللي بيدخل الجنه بغير حساب؟ زي مين؟ الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم. يبقى عطاء ربنا سبحانه وتعالى لما يعطي الإنسان بلية إنما هذا من رحمة الله ومن فضل الله. الإنسان قاعد بقى أعمل ليه مش معنى أنا يا سيدي أصبر، ده سبب لدخولك الجنة يوم القيامة بغير حساب. هتقعد في البلوى دي قد إيه؟ سنة 2 5 10 20، لكن ربنا هيدخلك الجنة بمقابلها بإيه؟ بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب. آخر نقطة الصراط. إيه هو الصراط؟ خلص الميزان يقوم يبدأ يعدي. أدي قدامك الجنة هناك، عدي على الجسر ده. الصراط جسر ممدود على باب جهنم، فوق جهنم تحت، وده جسر فوق، ومطلوب من كل الناس إنها تعدي عليه، ولا مفر من هذا إلا من رحم الله. طالما وقف وزن عدى على الصراط عشان تعرف بقى نتيجة الميزان. يعني كأنه وزن. طب النتيجة بتاعت البيت شوفها كده على الصراط
فيبدأ يعد على الصراط. الجسر ده أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن يختلف الناس على قدر أعمالهم في المرور عليه. منهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة الهوى السريع، ومنهم من يمر عليه ماشيا، ومنهم من يمر عليه يجري، ومنهم من يمر عليه حبا، ومنهم من يأتي للمرور بس الجسر ده عنده مشكلة، انه على الجانبين مع القبل هناك خطاطيف كلابيب من جهنم تخطف من كان من اهلها والعياذ بالله سقطين. يبقى الناس هتعدي، وبعدين الخطاطيف دي تبدا او الكلاليب دي تبدا تخطف الناس اللي هم من اهل جهنم فيسقطون فين؟ في النار. قال الله تعالى: وان منكم الا واردها. يعني ايه؟ مش اتكلمنا فيها اعتقد الدرس اللي فات في التراويح، بينا يعني ايه ولا ما كانش هنا؟ طيب، واردها بعض الناس اعتقدوا وان منكم الا واردها يبقى كل واحد هيدخل في النار، وده كان مدخل للشيطان. مش انا داخل النار خلاص، انا كده داخل اتعذب مع صلاتي ومع صيامي، طب ما انا كده داخل، خليني بقى في المعاصي. طيب، عشان نفهم الايه صح لازم نفهم اللغه. لفظ ورد ده معناه ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين. يعني ايه ورد ماء المدين؟ ورد الماء يعني ايه؟ راح عشان يجيب من الميه، مش كده؟ الذي يرد الماء، الوارد ده بينزل في الميه ولا بيقف عندها؟ بيقف عندها. حد من نزل البير يعني بينزل البير عشان يجيب ميه؟ لا. يبقى وان منكم الا واردها معناها ايه؟ وما منكم من احد الا وسيقف على نار جهنم، هيقف عندها وهيشوف النار، هيشوف الايه؟ النار. لكن مش لازم الناس تطفيه، بدليل انه ربنا سبحانه وتعالى يحرم اجساد على النار. منهم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تخرج في سبيل الله، يبقى ده مش هتمس النار. واخدين بال حضراتكم؟ وهكذا. يبقى معنى ورد حتى في سوره يوسف: ولما فارسلوا واردهم فادلى دلوه. ارسلوا واردهم يعني ايه؟ بعتوا الراجل حتى ميه فنزل الدم، مش هو اللي نزل. ادي معنى. يبقى وان منكم الا واردها ما منكم من احد الا وسيرى جهنم يقف عنده. طيب، الله سبحانه وتعالى يسقط فيها الكفار، قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيين. فتبدا الناس تعدي، الناس بتعدي، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يمر ويقف هناك في آخره يقول إيه؟ اللهم سلم سلم. ليه؟ من شدة الهول الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم. النار بتغلي من تحت، والإنسان هيعدي على الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية تصف المشهد. قال الله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة الواحدة قد إيه؟ الأصل. كأنه جمالة صفر، لونه أصفر، الشرار عمال يطير من نار جهنم. طيب، فتبدأ الناس تمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا عبد الرحمن بن عوف بأنه سيدخل الجنة، مش كده؟ بس قال له بعد كده، قال له: تدخل الجنة حقا. تعدي على الصراط وانت ايه؟ ده مين؟ ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. واخدين بقى حضراتكم؟ نشوف بقى المقامات وشوف احنا مقامنا ايه. فسؤال سيدنا عبد الرحمن بن عوف اول ما سمع الجمله دي ايه؟ قال: وكيف افك حبوتي؟ اعدي لي وانا بحبي؟ طب الحل ايه؟ يمكن الجمله دي لو حد فينا سمعها كان قال: يا سلام، كفايه اني داخل الجنه، مش كده؟ ادخل الجنه ان شاء الله ورا الباب. لا، انا ليه ما اكونش في مقام اعلى؟ ليه ما يكونش عندي طموح حقيقي في الجنه؟ قال: وكيف افك حبوتي؟ فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف اول ما هاجر نزل عند واحد من الانصار وعرض عليه، هو بقى قال له: هذه داري اقسمها بيني وبينك، هؤلاء نسائي
شئت تطلقها ثم تتزوجها مش كده، هذا مالي أقسمه بيني وبين. قال له بارك الله لك في أهلك ودارك وزوجك ومالك، دلني على السوق حتى أبيع وأشتري. بدأ ياخد فلوس ويتاجر ويرد الفلوس، وبعدين اشتغل في اللبن والأقط اللي هو الجبنة القريش. فكان يجي سيدنا عبد الرحمن بن عوف في آخر اليوم يحسب سبت كام؟ ادي الفلوس، ده حق البضاعة يوم ده، وبعدين مطلوب من اللي هناكل نبعت نجيب عشاء، ادي اتفضلوا، اللي باقي قال صدقة في سبيل الله. لأنه أصبح قدامه تخطيط ليوم القيامة اللي هو وكيف أفك حبوتي. يجي تاني يوم مش تصدق، مش طلع مال لله، الفلوس تقل ولا تزيد؟ تزيد. تاني يوم يلاقي الفلوس زاد، كسب النهارده 100 بكره يلاقيه 150، بعده 200، فلوس عماله تزيد. يوم جاي عامل نفس الامر، ده البضاعه وده الاكل وده صدقه في سبيل الله، صدقه في سبيل الله، لحد ما قالوا له انت الفلوس دي بتجيبها منين؟ قال لهم وما ذنبي اني قلبت حجرا وجدت تحته ذهبا. هو بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وبيتاجر مع عبده وعنده يقين، فربنا سبحانه وتعالى بيعطيه، وعمال يفتح ابواب خير، وعمال يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم انه بيتصدق عشان ايه؟ وكيف افك حبوتي. تقدر تشتغل على المخطط ده؟ يبقى اذا ابتلي الانسان بابتلاء فليصبر. رجاء ايه؟ بتعمل ده بنيه ايه؟ انه يا رب عشان يوم القيامه. طب وفي الانسان بقى يتصدق من دلوقتي الصدقه دي علشان ايه؟ عشان يا رب يعدي على الصراط. يعني اجعل اعمالك بهذه النيه. السيده فاطمه الزهراء مع سيدنا علي بن ابي طالب لما تزوجت دخل سيدنا علي بن ابي طالب عليها البيت لقاها واقفه بتصلي. طب النهارده فرح، ده مش وقت صلاه، والعشاء وصلينا، انت بتعمل ايه؟ استنى، خلصت الركعتين قامت جابت ركعتين، خلصت الركعتين قامت جابت ركعتين. سالها بعد كده ليس الوقت وقت صلاه، قالت ذكرت انك انيسي في الدنيا فقلت من يؤنس وحشتي في قبري، فصليت هذه الركعات وقلت اللهم آنس بها وحشتي في قبري. كانت الدنيا بيستمتعوا فيها لكن الآخرة ايه؟ قدام. تعرف تعمل ده؟ وتقدر تعمل التوازن ده؟ المعتكفين ده الواجب بتاعهم. ازاي بقى تعمل التوازن ده في حياتك؟ اللي مش معتكف وهو ماشي وهو قاعد وهو بيفكر في المسألة دي، يعني واجبنا ان احنا نفكر ازاي نعمل التوازن ده في حياتنا. اثقلت على حضراتكم، لكن القعده معاكم يعني بتنسي الواحد الوقت. المهم احنا كده خلصنا ايه؟ الصراط. المرحله اللي بعدها طيب هو في مرحلتين، في حاجتين باقيين عشان نخلص غيبيات يوم القيامه. الحاجه الاولى النار، الحاجه الثانيه الجنه. النار اتكلمت عنها مره واحده في حياتي، يصعب ان انا اكررها، لانه لما قرات بس عشان احضر انا قعدت كام يوم تعبان، واللي سمعوا الدرس قعدوا كام يوم بيعيطوا، مش عارف. كان الكلام ده من حوالي 10 12 سنه، فمن بعدها ما اتكلمتش عن النار، فمش هينفع نتكلم عن الايه؟ عن النار. ولا عايزين؟ انت تجني عليا لو هكمل رمضان. طيب بصوا، سيبوا الامر لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يدبر. اذا كان في نصيب نتكلم عنها، لكن انا كنت ناوي ان انا اتكلم عن الجنه فقط، فالله تعالى يدبر ويختار ما فيه الخير. يبقى ده نتكلم عن اذا كان في نصيب نتكلم عن النار او الجنه، او الجنه فقط، وبعد كده يتبقى لنا امر مهم نختم به وهو وجود الله سبحانه وتعالى. اسال الله العلي القدير ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتوب علينا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نقول جميعا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعود لذنب ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا منحرفا عن طريق الحق إلا تبت عليه وقبلته. اللهم إنا نخافك ونخشاك ونسألك اللهم رحمتك وعفوك وغفرانك، فعاملنا اللهم برحمتك وعاملنا اللهم بعفوك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على نارك، فجنبنا اللهم نيرانك، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب ولا سابقة عتاب. وثبتنا اللهم وثقل موازيننا وارفع درجاتنا. عاملنا اللهم بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عاملنا اللهم بحبك. اللهم إنا نحبك ونحب كل عمل وقول يقربنا إلى حبك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجهك الكريم، فلا تحرمنا اللهم من رؤيته في الجنة. ومن اللهم علينا يا واسع الفضل يا كريم الإحسان بمرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. فقد آمنا به ولم نره، وحرمنا من شرف صحبته في الدنيا. ونشهدك يا ربنا أن قلوبنا مليئة بحبه صلى الله عليه وسلم. فاقبضنا اللهم وأنت راض عنا، وأسكننا الفردوس الأعلى في الجنة، واسقنا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأرنا اللهم حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا تقر بها أعيننا، وتسعد بها قلوبنا، وتفرج بها كربنا، وتجمع بها بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله